نبقى دائما في الشأن التونسي. وفي خطوة حزبية مشتركة أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون تقديمه مع النائب الديمقراطي جيسون كرو إلى لجنة العلاقات الخارجية واللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون استعادة الديمقراطية التونسية لدعم الديمقراطية في تونس وفرض عقوبات على المسؤولين التونسيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وفق نص منشور له على موقع إكس. معي بهذا الصدد مشاهدينا الكرام من واشنطن مراسلنا علي برد. علي، أهلا بك ومرحبا. ماذا عن تقديم مشروع قانون حول تونس من الحزبين في مجلس النواب الأمريكي وعلى تونس في مواجهة واشنطن؟ هل يفرض الكونغرس عقوبات على مسؤولين تونسيين؟ مرحبا بكم في النشرة المغاربية، أسرع تغطية إخبارية مغاربية وعالمية. اشترك الآن ليصلك الخبر قبل الجميع والتغطية أولا. تونس تحت مجهر واشنطن. مشرعان أمريكيان جمهوري وديمقراطي يقدمان مشروع قانون لاستعادة الديمقراطية في تونس وفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين. هل تدخل العلاقة بين البلدين مرحلة حرجة؟ ماذا ينص تحديدا مشروع القانون هذا؟ يعني كونه مقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يكتسب أهمية خاصة، ويعني أن هناك تأييد من الحزبين في مجلس النواب لمشروع القرار الذي يجب أن تدرسه اللجنتان القضائية واللجنة طبعا الخاصة بالعلاقات الخارجية في مجلس النواب، وإقراره في هاتين اللجنتين قبل نقله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل إقراره. هناك العديد من الإجراءات التي تنتظر تحركات من رئيس مجلس النواب مايك جونسون أولا، وبالتالي بعد إقراره في مجلس النواب يجب أن ينتقل إلى مجلس الشيوخ وإقراره هناك قبل وضعه على أمام الرئيس دونالد ترامب من أجل التوقيع عليه. هذا المشروع مهم للغاية لأنه أولا يتعامل مع حكومة الرئيس قيس سعيد باعتبارها حكومة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان وتقوم بأعمال مخالفة للدستور بحسب مشروع القانون هذا في تونس، وبالتالي هناك ضغط من هذه الإدارة الأمريكية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل استعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات وفقا لدستور عام 2014 في تونس. هذه الأمور مذكورة كلها في مشروع القانون، بالإضافة إلى أنه في حال إقراره يمنح الرئيس 180 يوما لتحديد طبيعة العقوبات التي يجب أن تفرض على الحكومة التونسية أو الأشخاص المتورطين، بما في ذلك وقف المساعدات للمؤسسة العسكرية أو للأجهزة التي تقوم بهذه الانتهاكات ضمن الأجهزة العسكرية المؤسسة العسكرية التونسية، فضلا عن حجز الممتلكات وأيضا فرض عقوبات تتعلق بتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. هذا المشروع واسع النطاق يمتد ل4 سنوات في حال إقراره في مجلس النواب، وستكون تدابير قاسية بحق المسؤولين التونسيين في حال عدم تجاوبهم والعودة إلى العملية الديمقراطية وطبعا احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس في غضون هذه الآن. هناك على كل حال الآن فرصة للسلطات التونسية قبل إقرار مشروع القانون هذا من أجل إجراء تعديلات على سياساتها، لعل الموضوع سيؤثر على التحركات التي يمكن أن يقوم بها النواب وطبعا السناتورات لاحقا في مجلس الشيوخ، وبالتالي الرئيس الأمريكي بحق تونس بسبب هذه الانتهاكات التي يتحدث عنها القانون. علي برد، يعني باختصار شديد في أي آجال سيتم النظر على مشروع القانون هذا والتصويت عليه باختصار لو سمحت؟ يعني الآن
نعم، هذا الموضوع ينتظر قرار من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، هو وحده الذي سيقرر متى يمكن تحويل مشروع القانون هذا إلى الهيئتين اللجنتي العلاقات الخارجية واللجنة القضائية، وبالتالي بعد ذلك يمكن مناقشة مشروع القانون هذا في اللجنتين وإقراره لنقله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. كل الشكر الجزيل لك من واشنطن مراسلنا علي برث. في خطوة لافتة وغير مسبوقة، أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيسون كرو عن تقديم مشروع قانون إلى لجنتي العلاقات الخارجية والقضائية في مجلس النواب الأمريكي تحت عنوان استعادة الديمقراطية التونسية. المشروع ينص على دعم المسار الديمقراطي في تونس وفرض عقوبات على أي مسؤول تونسي متورط في انتهاكات لحقوق الإنسان أو إعاقة المسار السياسي. هذه الخطوة تأتي وسط تزايد القلق الأمريكي من تراجع الحريات في تونس، ما يفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية حادة مع حكومة قيس سعيد. فهل هو ضغط سياسي جديد من واشنطن أم بداية تغيير في معادلة العلاقات مع تونس؟ واشنطن تتحرك، تونس ترد بالنفي، والشارع يتابع بترقب. هل نحن أمام بداية عقوبات أمريكية فعلية ضد مسؤولين تونسيين؟ أم أن المشروع لن يمر في الكونغرس؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم أحدث التحليلات. أفكارنا الأصلية ومظهرنا الخاص أصبح مصدر إلهام للكثيرين. شكرا لكم على جعلنا مرجعا.